أهلا وسهلا في بيت العالميين. هنا نعيش شغف النصر. هنا نتابع كل خبر، كل صفقة، وكل هدف يهز الشباك ويهز القلوب. قناتنا مش بس تنقل أخبار نادينا الحبيب، إحنا نعيش الحدث، نحلله ونحس فيه. من قلب الرياض، من مدرجات مرسول بارك، نوصل لك كل جديدة عن فارس نجد لحظة بلحظة. بحث النصر عن جناح جديد في الانتقالات الصيفية للموسم القادم. مستقبل عبد الرحمن غريب مع النصر، تطورات مثيرة بعد رفض عرض التجديد الأخير. النصر يخاطب الأسيوي لقيد العتيبي بديلاً لضحايا الصليبي. كشفت تقارير عن تطورات مهمة بشأن ملف تجديد عقد النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع النصر خلال الفترة الحالية، وسط رغبة إدارة النادي في حسم الملف قبل نهاية الموسم. وأكد مصدر صحيفة الميدان الرياضي أن بروزوفيتش وافق مبدئياً على العرض المقدم له من النصر، مؤكداً رغبته في الاستمرار مع الفريق ومواصلة مسيرته ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن وكيل اللاعب يواجه حالياً ظروفاً صحية تمنعه من حضور جلسة التجديد، وهو ما أجل مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بالعقد، إلا أن الأمور تسير نحو التوصل إلى اتفاق رسمي في الفترة القادمة. عقد بروزوفيتش مع النصر. وينتهي عقد بروزوفيتش مع النصر بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد آخر في الوقت الحالي والرحيل مع انتهاء الموسم، إلا أن موافقة اللاعب على العرض الحالي تشير إلى استمراره ضمن المشروع الرياضي للنصر لمواسم إضافية. في المجمل، يبدو أن ملف التجديد مع بروزوفيتش في طريقه الحسم قريباً، مما يمثل خبراً إيجابياً لجماهير النصر الراغبة في الاحتفاظ بأحد أبرز لاعبي الوسط للفريق. استعدادات مستمرة. في سياق متصل، يواصل النصر تحضيراته لمواجهة النجمة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين في اللقاء الذي سيقام على ملعب الأول بارك، حيث يسعى الفريق العالمي لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات المؤثرة. في المجمل، تمثل إصابة مبارك البوعينين حارس مرمى الفريق العاصمي تحدياً إضافياً للنصر، الذي سيحتاج لإعادة ترتيب أوراقه سريعاً، خاصة في مركز حراسة المرمى، لضمان استمرارية المنافسة خلال ما تبقى من الموسم. ترتيب النصر بالدوري. ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب الوصافة. وضع مسؤولو نادي النصر عنوان بحث النصر عن جناح جديد في الانتقالات الصيفية للموسم القادم على رأس الأولويات في ميركاتو الصيفي المنتظر. ويسعى النصر لتعزيز صفوفه بضم جناح جديد في الانتقالات الصيفية للموسم المقبل لتعزيز هجومه في الفترة المقبلة. وكان النصر قد تعاقد مع ساديو ماني في صيف عام 2023 قادما من بايرن ميونخ الألماني في صفقة قياسية بعد موسم واحد فقط قضاه في صفوف الفريق البافاري. ويعد ساديو ماني أهم أضلاع ثلاثية ليفربول الشهيرة في خط الهجوم تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب رفقة الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو. النصر يدرس ضم محمد صلاح. يأتي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على رأس بحث النصر عن جناح جديد في الانتقالات الصيفية في ظل رحيل محمد صلاح المنتظر عن صفوف ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر مرتقبة. ووافق خورخي خيسوس المدير الفني لفريق النصر على ضم محمد صلاح في حال التوصل لاتفاق جيد مع اللاعب على الانتقال إلى صفوف العالمي في فترة الانتقالات الصيفية. النصر يؤجل مصير ساديو ماني. قرر النصر تأجيل البت في ملف مصير ساديو ماني الجناح الأيسر لحين حسم قرار ضم جناح جديد في الانتقالات الصيفية للموسم المقبل،
خاصة وأن ساديو ماني لا يزال عقده ساري المفعول لموسم آخر، ويميل خورخي خيسوس مدرب النصر لبقاء ساديو ماني، ولكنه يرغب في ضم جناح صغير السن في الجبهة اليسرى يكون بديلا للنجم السنغالي يمكن الرهان عليه في أي وقت لتعزيز صفوف أثار مستقبل النجم الدولي عبد الرحمن غريب جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حالة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية السعودية بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن تعثر مفاجئ في مفاوضات تجديد عقده مع العالمي. ويأتي هذا التطور في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى النادي العاصمي لتأمين ركائزه الأساسية وضمان الاستقرار الفني للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، مما يضع الإدارة أمام تحدي كبير للحفاظ على أحد أبرز المواهب الوطنية في تشكيلتها. كواليس رفض غريب لعرض النصر وتدخل أندية منافسة. وفقا لما نشرت الإعلامي الرياضي سعد السبيعي عبر منصة إكس، فقد قرر عبد الرحمن غريب رفض العرض الأخير المقدم من إدارة نادي النصر لتجديد عقده الذي يقترب من النهاية. وأشارت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن هذا الرفض لم يكن مجرد مناورة تفاوضية، بل يعكس وجود نقاط خلافية جوهرية بين الطرفين لم يتم التوصل فيها إلى حلول مرضية حتى الآن. وفي سياق متصل، أكدت تقارير صحفية صادرة عن الميدان الرياضي أن إدارة النصر أبدت تمسكا كبيرا باللاعب، معتبرة إياه جزءا أصيلا من مشروع الفريق المستقبلي. ومع ذلك لا تزال المفاوضات عالقة عند تفاصيل دقيقة تتعلق بالدور الفني المنوط باللاعب في المواسم القادمة، بالإضافة إلى بعض البنود المالية والتعاقدية. وهذا التعثر فتح الباب على مصراعية أمام أندية أخرى بدأت بالفعل في جس نبض اللاعب، مستغلة دخوله الفترة الحرة التي تمنحه الحق في التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي، مما قد يمهد لرحيله في صفقة انتقال حر حال عدم التوصل لاتفاق نهائي. أولويات اللاعب ومهمة النصر القادمة أمام النجمة. من جانبه يفضل عبد الرحمن غريب التريث ودراسة كافة الخيارات المتاحة أمامه بعناية فائقة، فاللاعب يضع الاستقرار الفني وضمان المشاركة بصفة أساسية كأولوية قصوى في هذه المرحلة من مسيرته. الاحترافية وهو ما سيحدد وجهته القادمة، سواء بالبقاء في الأول بارك أو خوض تجربة جديدة تمنحه مساحة أكبر للتألق والإبداع. كشفت تقارير صحفية عن تحركات عاجلة من قبل إدارة نادي النصر لإنقاذ موقف الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعد الأزمة الفنية الكبيرة التي ضربت مركز حراسة المرمى نتيجة سلسلة من الإصابات القوية التي تعرض لها حراس العالمي. وأفادت صحيفة الرياضية بأن الإدارة النصراوية بدأت بالفعل مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً من أجل تعديل قائمة الفريق المشاركة في المسابقة القارية وضمان وجود بدائل جاهزة تحت خشبات المرمى. أزمة الإصابات تفرض واقعاً جديداً في حراسة العالمي، وتأتي هذه التحركات النصراوية نتيجة ظرف قاهر أصاب حراسة مرمى الفريق، حيث تعرض الثنائي راغد النجار ومبارك البوعينين لإصابات خطيرة بقطع في الرباط الصليبي، وهي من الإصابات طويلة الأمد التي ستبعدهما عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة. وكان النصر قد قيد 4 حراس مرمى في قائمته الآسيوية مع انطلاقة الموسم، إلا أن خروج النجار والبوعينين من الحسابات الفنية والطبية جعل الفريق في موقف حرج، مما استوجب تدخلاً إدارياً سريعاً لتفادي أي نقص عددي في المراكز الحساسة خلال الأدوار القادمة. واستندت إدارة النصر في خطابها الموجه إلى الاتحاد الآسيوي على التقارير الطبية الرسمية التي تثبت طبيعة إصابة الحارسين، مطالبة بضرورة استبدالهما أو إضافة عنصر جديد للقائمة الآسيوية استناداً إلى اللوائح التي تتيح تعديل القائمة في حالات الإصابات الجسيمة
والموثقة طبياً. ويسعى النصر من هذه الخطوة إلى تأمين مركز حراسة المرمى قبل استئناف غمار المنافسات الآسيوية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، لضمان استقرار الفريق فنياً وذهنياً. وقررت الإدارة النصراوية بالتنسيق مع الجهاز الفني الاستقرار على اسم الحارس الشاب عبد الرحمن الأتيبي نجم فريق النصر تحت 21 عاماً، ليكون البديل المنتظر قيده في القائمة الآسيوية. ويعد العتيبي البالغ من العمر 18 عاماً واحداً من أبرز المواهب الشابة التي تدرجت في الفئات السنية داخل البيت النصراوي، حيث قدم مستويات لافتة جعلته خياراً محلياً جاهزاً لتمثيل الفريق الأول عند الحاجة. وتأمل الجماهير النصراوية أن تكلل مساعي الإدارة بالنجاح في قيد الحارس الشاب ليكون سنداً لزملائه في العرين النصراوي، خاصة وأن النادي يطمح للمنافسة بقوة على اللقب الآسيوي في نسخته الجديدة. اذكر دائما، النصر مو بس فريق، النصر قصة فخر، مجد وتاريخ ما يتكرر. خلكم معنا، لأن القادم أعظم والعالمي دايما في القمة.